السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم ضيافة أسماء. اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله اموركم كامله تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله احنا في مدينه اسفي وبالضبط في منطقه المغيتين، وغادي نمشيو نتعرفوا على واحد اولا غادي نقول لكم غادي نمشيو نتعرفوا على لا تور ايفل ديال مدينه اسفي واللي كاينه في المغيتين، اولا بالضبط في واد الباشا. يعني الا بغينا نوضحوا اكثر كاينه في واد الباشا. كيف كتشوفوا هنا في اليسار ديالنا كاينه دار الكرم اللي كيكونوا فيها الاطفال المتخلى عنهم او اللي والديهم في وضعيه صعبه، فكيكونوا هنايا في ايام الدراسه وكيمشيو عند والديهم فقط في ايام العطل. غادي ندور الكاميرا باش تشوفوا البلاصه بالضبط فين شفتوا. هذا هو الاسباس اللي قدام دار الكرم اللي كتواجد في المغيتين. هنا غادي نمشيو على هاد شانطي الصغير اللي كيبان لكم هنا، وهنا في كاينه لا تور ايفل ديال مدينه اسفي وهي اللي كتبان لكم. فانا كنقصد هاد الفالوره اللي امامنا الان اللي اغلبيه ساكنه اسفي ما كيعرفوهاش، واللي كان الدور ديالها كباقي الفالورات في المغرب بحال كاب كونتان بحال برج الناظور اللي كيتواجد في مدينه اسفي. الناس اللي ما كيعرفوش وبغيت يتعرفوا عليه يخلوا لنا في التعاليق. بحال اللي في صويره وفي الدخله ديال اكادير الدور ديالها هو ارشاد السفن اولا باش يعلموهم انهم قراب لليابسه. فكيف كتشوفوا هنايا فكاينين السكان، وبالضبط الا ما عرفتوش فين فهي جات في الظهر ديال قاعه الياسمين اولا قاعه شعيبه اللي كيديروا فيها حاليا الحفلات. كاين هنا السكان، وفاش جينا هنايا واحد السيد بنا لي كانت ساره وهو يجي وقف علينا، هو صاحب هاد الارض اللي مجاوره للفالوره. فقال لنا راه قديم شحال هادي كانوا الناس كيجيو يديروا لها المانتونونس، ولكن حاليا ما بقى جا حتى واحد. غادي نشوفوا الباب ديالها اللي كاين في الجهه الاخرى، واي واحد من مدينه اسفي وهاجر او لا مشى لشي مدينه اخرى وبغى يشوف الحي ديالو اللي تزاد فيه واللي كبر فيه فيقول لي الحي في التعليق ونمشيو نصوروا ليه بكل فرح. فكيف كتشوفوا هنا في الدوره غيبان لكم داكشي اللي مصبوغ بالبيض، فتما في كاين الباب تاع هاد الفالوره اولا البرج. وهنايا كيف كتشوفوا كاين هاد السلوكه اللي على شكل سلوم اللي جميع اطفال هاد الحي عندهم ذكريات معاه، اللي كانوا كيتسلقوا حتى كيطلعوا لاعلى البرج. فما كاينش شي واحد ولد هاد الحي ما طلعش هنايا. كيف كتشوفوا الباب تاع الحديد راه تيبان. ف كيف كتشوفوا هكا طالعه، وهذه ميزه على باقي الفالورات ما كاينش فيها داك السور اللي كيكونوا فيه السكان، يعني كاينه غير الفالوره بوحديتها. وهنايا هاد صاحب الارض راه زارع فيها وداير داك الفران اللي كتشوفوه ديال الطينه ولا ديال التراب، كل واحد اش كيقول ليه ناري على خبز تيجي في هاد الخبز ناري على خبز كيجي في هاد الفران. ما نعاودش لكم انا بعدا كنحماق عليه. وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسوناش من تعليقاتكم الرائعه. تلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في امان الله.